خلينا نشوف خبر آخر، وأيضا خبر عن ما هو مزمع من تهديدات ودعاءات لعنف وتظاهرات في الفترة القادمة. حسين عبد الرحمن مؤسس حركة إخوان بلا عنف قال إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان عقد اجتماع بالدوحة لبحث خطة التحالف للعمل الميداني خلال الفترة المقبلة والتهديد لتصعيد العنف في 25 من يناير والموجة التي ستسبقها بدءا من انتفاضة المسلم، ده كما يدعون طبعا، في 28 من نوفمبر. يعني قبل ما نروح لمحدثنا الأستاذ حسين عبد الرحمن، خلينا نقول إن بنسمع تهديدات كتير وكنا بنشوف، لكن دايما في النهاية بنعول على وحدة الشعب المصري وإيمانه بالوطن وبالأرض، ده أهم بكتير من أشياء أخرى تدعو إليها. أنا مش هقدر أطلق عليهم أنهم مما فضلهم الله بالعقل في الخلقة، ولكن أقول أشياء بتدعو لضرر بالمواطنين المصريين أو في أي مكان. وده أول ما اتعلمناه من دروس الإسلام، ان احنا ما نضرش، ده حتى جارك يا أخي بص في وشه، ولو مقاطعك سلم عليه وابتدي أنت بالمصالحة. يعني في تعاليم كتير جدا تعلمناها واحنا أطفال، للأسف هم بيهدروها تماما وبعيدا عن الإسلام. خلينا نسمع من الأستاذ حسين عبد الرحمن مؤسس حركة إخوان بلا عنف. صباح الخير يا أستاذ حسين. صباح النور، صباح السادة المشاهدين. كلمنا عن الاجتماع اللي تم ده، وإذا كان عندك تسريبات لبعض المناقشات بينهم، وإذا كان ليهم خطط تم إعدادها، لأن احنا النهاردة 16 نوفمبر 28، ده بنتكلم في حاجة قريبة 12 يوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتحدث ان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ما زال مستمرا في منهجيته في مسألة التدخل في مصر، ومسألة التركيز على إحداث نوع من الفوضى وإحداث نوع من العنف وإحداث والدعوة إلى بعض الفاعليات التي تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كما أشرت حضرتك في بداية الخبر إنه بالفعل يعقد اجتماعات مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن ضرورة أن تكون أحداث محمد محمود المزمع بدء فعالياتها في 18/11 الجاري، وأيضا يوم 28/11 فيما يسمى بانتفاضة الشباب المسلم، في مسألة تجييش أبناء التيار الإسلامي حتى يخرج هذا اليوم بمسألة احتكاك مع قوات أو قوات وزارة الداخلية وغير ذلك بغرض إحداث نوع من العمليات العنف. البيان اللي حضرتك أشرت إليه أيضا، إحنا كنا قلنا بالبداية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بيحاول تغيير استراتيجيته بعد أن أيقن أن مسألة المسيرات والتظاهرات اللي بتتم في الشارع لا تعطي تأثيرا في الشارع المصري بوجه عام، وبالتالي فهو بيغير نوعية العمليات إلى عمليات أكثر عنفا وأكثر دموية عن ذي قبل. فده مكمن الخطر اللي بيتم حاليا. طيب، يعني إذا كان هو التصعيد هو المتبنى من فكرهم دلوقتي، وبيلعبوا فيه على التأثير على كتير ممن ينتموا إليهم. طب احنا في الجامعات المصرية قدرنا إلى حد ما نسيطر على العنف داخلها، هل بتعتقد ان برضو هيعتمدوا على هؤلاء الطلاب في الفترة اللي جاية من تجييش زي ما قلت واستعداد بيهم لإحداث بلبلة داخل مصر؟ طبعا ده شيء مؤكد ان حركه طلاب ضد الانقلاب او ما تسمى بحركه طلاب ضد الانقلاب هي تسمى اللجنه الطلابيه لجماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين بتعتمد على يعني شباب الجامعات لاشعال فوضى داخليه داخل الجامعات بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. هناك اعانات ماديه شهريه بتصل لبعض قيادات حركه طلاب ضد الانقلاب. حضرتك اشرت في بدايه الخبر ان في مشاكل او ما يتعلق بصد النهضه. التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين بالفعل نقل بعض استثمارات التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين في اديس ابابا في اثيوبيا حتى يكون له دور في مساله مفاوضات المياه. فالتنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين بيعمل على حصار مصر داخليا وخارجيا ايضا. واظن ان التفجيرات اللي حصلت امام السفاره المصريه في طرابلس في الفترة الأخيرة، جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في ليبيا هي متورطة بشكل مباشر أيضا في الاعتداء سواء على السفارة المصرية في ليبيا أو السفارة الإماراتية. فهي مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الأمر. وجماعة الإخوان المسلمين بترغب في تكوين تحالف يضم كافة الحركات الجهادية التي تعمل في الوطن العربي وتعمل في منطقة الشرق الأوسط في تحالف واحد
حتى يتم مناوئة او يتم التصدي لما يسمى بالتحالف المصري السعودي او المصري الاماراتي الكويتي لمساله عدم القضاء على التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين الذي ايقن التنظيم الدولي انها قوته في انحصار بعد التحالف المصري السعودي ومحاصره التنظيم الدولي في معظم دول الخليج والوطن العربي. طيب. فهذا الامر ادى بالتنظيم الدولي لان يغير منهجيته في التعامل وان يتحول الى عامه. واظن ان القنابل البدائيه اللي بيتم رميها او القنابل الصوتيه اللي بيتم رميها في مترو انفاق وغيره، جماعه الاخوان المسلمين لا ترغب في وقوع ضحايا ولكن ترغب في ارسال رساله للعامه واثاره الذعر بين العامه، وارسال رساله بان عصر الدكتور محمد مرسي هو كان عصر الامان، وان العصر الذي اتى بعد 30/6 هو عصر الفوضى، وانه لابد من عوده الدكتور محمد مرسي. دي الرساله اللي عاوزه جماعه الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي جماعه الاخوان المسلمين ان تصل للشعب المصري. وذلك احنا حذرنا بنقول يجب ان يتم توحيد كافه القوى الوطنيه خلف الجيش المصري وخلف القوات المسلحه لمحاوله مناهضه هذا المخطط الاجرامي الذي يسعى من خلاله التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين الى القضاء بشكل مباشر على جهود القوات المسلحه في القضاء على الجماعات الارهابيه. استاذ حسين، يمكن كل شيء خطأ بتبقى بدايته يمكن قويه لكن دوما بيخفو وينتهي، وان الظلم لا يستمر دائما والخير ينتصر هو والحق. فلن نعول أبدا على أن هذه الجماعة ستنجح في إهدار وهدم الدول الإسلامية عن حق والعربية خاصة، وإن داعش أو تنظيم ما يسمى بتاع الأخ أبو بكر بغدادي ده بيقول إنه بيهدد السعودية، والسعودية على الحدود بتاعتها مع مناطق الاستيلاء بتاعة هذا التنظيم وضعت كل استعداداتها العسكرية تحسبا لهذا الهجوم، لأنه هو هدد في آخر تسجيل صوتي له تحديدا مصر والسعودية، ولديها مقاتلات على أحدث طراز، ولكن كل اللي نعول عليه هو التعاون العربي الدولي في مكافحة هذه الأشياء. فإن شاء الله بنعتقد أن الشعب المصري والشعب العربي بشكل عام يكون أقوى بكتير ويكون لديه الفطنة كما أيقن في 30/6 و3/7 أن محمد مرسي كان يقود البلاد إلى السقوط إلى الهاوية بالفعل والعودة العصور الرجعية. إذن هم شايفين أن اللي احنا فيه دلوقتي لا بيسعى لتحسين الحياة، وبالفعل حصل تحسين في مناحي كتير في الدولة، أي نعم ماشيين بخطى بطيئة لكن أكيد دايما اللي بيسعى للخير هيجد خيرا. طيب أستاذ حسين، يعني عايزك تاخدني للتفاصيل، لأنه جزء من طرح حضرتك بتقول إن البداية هتكون من 18 نوفمبر، يعني احنا بنتكلم بعد يومين بدءا من يوم الثلاث. التفاصيل المتاحة لديك حول تحركاتهم تحديدا لو كنت بتشير إلى شارع محمد محمود؟ والله حاليا جماعة الخطة الأساسية هي محاولة استقطاب بعض القوى والحركات الثورية الغير منتمية تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين من أجل إعادة إنتاج مشهد أحداث محمد محمود وما تلاه من ضحايا، وبالتالي فجماعة الإخوان المسلمين تريد أن تخرج من هذا المشهد إلى مشهد يجمع بين القوى والتيارات الثورية من جهة أبرزهم طبعا حركة شباب 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين واللجنة الطلابية لحزب مصر القوية، من أجل الخروج في مسيرات وتظاهرات تخرج من الجامعات المصرية وصولا إلى شارع محمد محمود، ومن خلال وصولهم لشارع محمد محمود يتم إنتاج المشهد الذي تلا أحداث محمد محمود اللي طبعا حضرتك أكيد عارفه إن ما تلاه من ضحايا وما تلاه أيضا من الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية وما تلاه بين العنف المتبادل بين المتظاهرين من جهة وبين قوات الشرطة من جهة. فبالتالي هي تريد أن تتسع دائرة نوع من الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين أو طلاب جماعة الإخوان المسلمين وبين قوات الداخلية إلى صراع بين قوى وتيارات ثورية تريد إحياء ذكرى محمد محمود وبين قوات الشرطة، فهم يريدون اتساع دائرة الصراع بشكل مباشر عن ذي قبل. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا بالنسبة ما يتعلق في أحداث محمد محمود، تحاول اللجنة جماعة الإخوان المسلمين استغلال عدم وجود تحقيق جدي حتى الآن في أحداث محمد محمود لإثارة غضب نوع من القوى والتيارات الثورية التي ترغب في إحياء ذكر هذا اليوم في شارع محمد محمود. فأنا بقول إن وصول جماعة الإخوان المسلمين شارع محمد محمود هيؤدي في نهاية الأمر إلى محاولة الاعتصام داخل الشارع ومحاولة الاحتكاك مع قوات وزارة الداخلية، وده اللي احنا بنحذر منه بشكل مباشر. يعني عايزين يعتصموا من 18 بقى ل 28 إلى أن تخرج بقى معاهم كمان الجبهة السلفية أو ما يسمى بالجبهة السلفية عشان انتفاضة اللي بيسموها الشباب المسلم. لا حضرتك الجبهة السلفية بتعمل منذ الأيام الماضية على قدم وساق. للأسف الشديد معظم المساجد ومعظم الزوايا غير تابعة أصلا
وزاره الاوقاف. يعني وزير الاوقاف دايما بيخرج بتصريحات بيقول اننا نقوم اصدرنا قانون لتنظيم حق الخطابه داخل المساجد. للاسف الشديد هذا القانون لا ينفذ. الجبهه السلفيه بتعمل حضرتك في اكثر من الاف الزوايا دون رقابه من الدوله، يستطيعون عن طريق عملهم داخل تلك المساجد وتلك الزوايا وسيطرتهم على اموال الزكاه ان يقوموا بالحشد ويقوموا بتجييش ابناء التيار الاسلامي في مساله وجود نوع من العنف واحداث بلبله واحداث فوضى. فده شيء اكيد. فبالتالي يجب على الدوله ان تراقب شويه مساله الزوايا والمساجد اللي لا يوجد لها رقيب ولا حسيب. للاسف الشديد امس بعد صلاه العشاء بعض المنتمين للجبهه السلفيه بيخطبون في العديد من المساجد ولا توجد رقيب من الدوله ولا توجد رقيب من وزاره الاوقاف. فاين الدوله؟ اين وزاره الاوقاف؟ واين حتى الازهر يعني من الكلام اللي بيحصل؟ دائما بنتساءل في هذا السياق. طيب اسمح لي بس نقطه اخيره، حضرتك بتقول انه او يعني طبقا للاخبار المتاحه واللي يعني نشرناها او اتكلمنا عنها انه الاجتماع الاخير لقيادات الجماعه والتنظيم الدولي كان في الدوحه. يعني اكيد تركيا مش بعيده عن هذه المعادله. التفاصيل المتاحه لديك ايضا في ما يتم الاعداد ليه من خلال الجانب التركي؟ والله بنقول ان الحكومه التركيه ترى دائما ان الحكومه المصريه معاديه لها في مساله شقين. الشق الاول ان عوده الحكومه المصريه او عوده الدوله المصريه يناوئ المصالح التركيه باعتبار تركيا تريد ان يكون لها دور ونفوذ داخل الشرق الاوسط. عوده مصر بهذا الدور وهذا النفوذ، وعلى الاخص الاجتماع اللي ضم رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضر رئيس قبرص ورئيس اليونان، اعتبرت تركيا ان هذا الاجتماع مناوئ لمصالحها على الاخص في مساله الصراع بين قبرص من جهه وتركيا من جهه اخرى. فبالتالي تركيا هي الداعمه الرئيسيه لهذا الاجتماع الذي عقد هي الداعمه الرئيسيه لهذا الاجتماع الذي عقده التنظيم الدولي، وتريد تقويض الحكومه المصريه عن اداء دورها في الفتره الراهنه. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسين عبد الرحمن، احد مؤسسي حركه اخوان بلا عنف والمتحدث الرسمي باسم هذه الحركه.